قالت حركة حماس إنها أسرت جنودا إسرائيليين بالقرب من حدود غزة خلال هجومها المفاجئ الذي خلف 22 قتيلا على الأقل، والذي وقع فجرا. وتم إطلاق وبال هائل من الصواريخ من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وقد أسفر الهجوم الصاروخي عن مقتل ما يقرب من 200 إسرائيلي وجرح عشرات آخرين. كما تم عرض فيديو يظهر أن هناك سحبا لجندي إسرائيلي من دبابة عند سياج غزة. ولم تعلق قوة إسرائيل عن أنباء الأسرى، لكن البلاد أعلنت الحرب على حركة حماس في غزة. قتل ما لا يقل عن 200 إسرائيلي بعد أن شن مسلح حركة المقاومة الإسلامية حماس هجوما مفاجئا سمته طوفان الأقصى وفقا لخدمة زاكا الإسرائيلية للطوارئ. يأتي هذا في وقت قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة في بيان أن 232 فلسطينيا على الأقل قتلوا السبت في القطاع، وأصيب 1697 آخرون. ولم تقدم الوزارة تفاصيلا عن مكان وقوع الوفيات وما إذا كانت الوفيات تشمل مقاتلين من حماس أو مدنيين في غزة. وأضاف البيان أن الطواقم الطبية لا تزال تعمل بكل طاقتها لإنقاذ العشرات من الحالات الخطيرة. وتأتي هذه الوفيات في الوقت الذي نفذ فيه الجيش الإسرائيلي ضربات ردا على وابل من آلاف الصواريخ أطلقته حماس على إسرائيل، تزامنا مع توغل مقاتل حماس الذي خلف ما لا يقل عن 70 قتيلا إسرائيليا. هنا صور وثقتها كاميرا CNN، وذلك في مطار بن غوريون الدولي في إسرائيل، لحظات هلع وخوف بعض المسافرين وبكاء بعضهم الآخر بعد انطلاق صافرة الإنذار، مما دفعهم إلى الاحتماء على الأرض عند النزول من الطائرة إلى أرضية المطار. أما المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قال إن حماس تريد إبادة إسرائيل. وقال ريتشارد هيتشت المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن العمليات لا تزال مستمرة، وإن إسرائيل تحشد ما يقدر بعشرات الآلاف في غضون الأحداث الجارية. أما الرئيس الأمريكي جو بايدن فقد أصدر بيانا منددا وأذان الرئيس الأمريكي هجمات شنتها حركة حماس، واصفا إياها بأنها مروعة. وقال بايدن في بيان السبت: لقد تحدثت هذا الصباح مع رئيس الوزراء نتنياهو حول الهجمات المروعة والمستمرة في إسرائيل. تدين الولايات المتحدة بشكل لا لبس في هذا الهجوم المروع ضد إسرائيل من قبل إرهابي حماس بغزة. وأضاف بايدن: أوضحت لرئيس الوزراء نتنياهو أننا على استعداد لتقديم جميع وسائل الدعم المناسبة لحكومة وشعب إسرائيل. الإرهاب ليس له ما يبرره أبدا، ومن حق إسرائيل أن تدافع عن نفسها وعن شعبها، وتحذر الولايات المتحدة من أي طرف آخر معادل لإسرائيل يسعى للحصول على ميزة في هذا الوضع. ودعم حكومة لأمن إسرائيل قوي للغاية ولا يتزعزع. قال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي في تدوينة على صفحته الرسمية بمنصة تويتر: جيش الدفاع يعلن حالة التأهب للحرب، وذلك بعد عملية مزدوجة تم خلالها إطلاق صواريخ وتسلل مسلح من قطاع غزة إلى الأراضي الإسرائيلية. جاء ذلك بعد إعلان الجيش الإسرائيلي تسلل مسلحين من غزة إلى داخل الأراضي الإسرائيلية في ساعة مبكرة من صباح السبت. وقال مراسل القناة 12 الإسرائيلية إن المتسللين دخلوا كيوبوتس بيري، قائلا إن السكان يحثون الجيش الإسرائيلي على الاندفاع إلى الكيوبوتس. وذكرت القناة 12 أيضا أن متسللين احتجزوا رهائن في نتيف هاسارا. وكان القائد العسكري لحركة حماس محمد الضيف قد أعلن في رسالة مسجلة عن عملية طوفان الأقصى، قائلا إن الجماعة الفلسطينية المسلحة استهدفت مواقع العدو والمطارات والمواقع العسكرية ب5,000 صاروخ. وتعرضت إسرائيل لوابل من الصواريخ في وقت مبكر من يوم السبت. ويقول مسؤولون إسرائيليون إن هناك إصابات متعددة بعضها خطيرة ووفاة واحدة على الأقل. وبدأ وابل الصواريخ في حوالي الساعة 6:30 صباحا بالتوقيت المحلي، عندما كان معظم الناس نائمين على الأرجح، والدخان الذي تشاهدونه في السماء هو أثر تلك الصواريخ. انطلقت صافرة الإنذار شمالا حتى تل أبيب. وقد أعلن الجيش الإسرائيلي حالة التأهب للحرب ويحشد قوته في أعقاب الهجمات الصاروخية غير المسبوقة التي وقعت هذا الصباح على إسرائيل من غزة، والتي بدأت في حوالي الساعة 6:30 صباحا بالتوقيت المحلي. وأطلق مقاتل حماس موجة تلو الأخرى من الصواريخ، ربما الآلاف منها. ويقول مسؤولون إسرائيليون إن هناك عدة إصابات بعضها خطيرة. بالإضافة إلى ذلك، حذر الجيش الإسرائيلي من أن عددا من المسلحين تسللوا إلى الأراضي الإسرائيلية من غزة، وأصدر هذا البيان:
المدنيون في المنطقتين الجنوبية والوسطى ملزمون بالبقاء بجوار الملاجئ وفي المنطقة المحيطة بقطاع غزة داخل الملاجئ. وتابع أن منظمة حماس الإرهابية هي صاحبة السيادة في قطاع غزة وهي المسؤولة عن هذا الهجوم، وهي ستتحمل تبعات ومسؤولية هذه الأحداث. وقد قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي آفي يضرعي على تويتر: قبل ساعة بدأت منظمة حماس الإرهابية بعملية مزدوجة شملت إطلاق قذائف صاروخية وتسلل مخربين إلى داخل الأراضي الإسرائيلية. جيش الدفاع سيدافع عن سكان دولة إسرائيل. منظمة حماس الإرهابية ستدفع ثمنا باهظا. الجمهور مطالب بالانصياع لتعليمات الجبهة الداخلية والبقاء داخل المناطق المحصنة، وسكان غلاف غزة مطالبون بالبقاء داخل المنازل. قالت حركة حماس التي تدير القطاع إن القائد العام لكتائب القسام الجناح المسلحة لحركة حماس محمد الضيف سيدلي ببيان قريبا. وقالت خدمات نجمة داود الحمراء الإسرائيلية إن امرأة في السبعينيات من عمرها أصيبت في منطقة غديروت بإسرائيل، وهي في حالة حرجة قبل إعلان وفاتها في وقت لاحق نتيجة وابل الصواريخ الذي أطلق من غزة، مضيفة أن شخصين آخرين في منطقة عسقلان أصيب بجروح طفيفة. وأطلقت الصواريخ حوالي الساعة 6:30 صباح السبت بالتوقيت المحلي، عندما كان معظم الإسرائيليين نائمين على الأرجح. في تحرك استفزازي للغاية قد يبدد جميع الجهود السعودية من أجل فرض السلام في منطقة الشرق الأوسط، وزير الداخلية الإيراني يستفز السعودية والكويت. فقد تفقد أحمد وحيدي وزير الداخلية الإيراني الخميس عددا من الحقول النفطية لدى وصوله إلى محافظة بوشهر الواقعة جنوب إيران، من بينها حقل الذرة. وقام وحيدي أيضا خلال زيارته للحقول النفطية بتفقد حقل فروزان الواقع بين إيران والمملكة العربية السعودية. كما قام وزير الداخلية الإيراني بجولة جوية فوق حقول نفطية أخرى منها سروش وأبو ذر وآرش ونوذر، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية إيرنا. ويعد حقل الغاز في مياه الخليج الذي تم اكتشافه عام 1967 موضع خلاف بين الكويت وإيران منذ فترة طويلة، ويطلق على الحقل الواقع في الجانب الكويتي الذرة، بينما يسمى في الجانب الإيراني آرش. وقد قال معلق: تزامنا مع زيارة وزير الداخلية الإيراني لتفقد الحقول المشتركة مخالفا بذلك الأعراف الدولية، قام وزير الدفاع الكويتي الشيخ أحمد الفهد بزيارة قاعدة محمد الأحمد البحرية، حنكة سياسية وتوجيه رسالة بأننا جاهزون للدفاع عن حقوقنا ولن نتهاون في الرد. وكأن لسان حال وزير الدفاع الكويتي الشيخ أحمد الفهد: نحن هنا ولن نتنازل عن شبر واحد من حقولنا.